السلام عليكم، عاملين ايه؟ متابعين اكله بسيطه. ان شاء الله النهارده هعمل لكم العيش الناشف اللي هو بنستعمله في الفته، وبنستعمله في فته اللبن للاطفال، وبنستعمله لاغراض كتير اللي بنشتريه جاهز. هنعرفكم ان شاء الله نعمله ازاي معايا باذن الله. هنجيب كيلو ونص دقيق اسمر، عليه نص كيلو دقيق ابيض، هننخله طبعا، والرده بتاعته هنستعملها. هنجيب عليهم ذره ربع معلقه ملح، معلقه سكر، ومعلقه خميره كبيره. نحطهم كلهم مع بعض، وهنجيب بقى نقلبهم كده في الدقيق. هنجيب ميه دافيه درجه حراره الغرفه، هنعجن بيها. بسم الله. هنعجن لغايه ما العجينه تلف معانا، ما تبقاش سايله ولا ناشفه، عشان نعرف نفردها ونخبزها كده كويس. العجن طبعا عليه عامل في فرد العيش. تجيب ميه تاني، ما بنحطش الميه كلها مره واحده، بنقعد نحط حبه بحبه لغايه ما نشوف العيش العجين هتحتاج معانا ولا لا. نعجن كده كويس. طبعا الميه بتبقى يعني دافيه، مش سخنه قوي ولا بارده، عشان خاطر تساعد في خمر العيش ان هو العجين يخمر بسرعه. ابتدى يلم معايا. محتاج شريت حبة دقيق، بس حسيت ان المية اخر حبة جوه كتير. لازم نعمل كده كويس. كده العجينة خلاص كده لمت معايا. هسيبها تخمر، اغطيها بمشمع واسيبها تخمر، وبعدين نقطعها ونشوف هنجهزها ازاي في الخطية. العجين بتاعنا خمر، تضاعف حجمه كده زي ما انتوا شايفين. هنقطعه دلوقتي كور، نشكله كور عشان نفرده ونخبزه كده. طبعا انا هعمله كده حجمه صغير، لان انا هخبزه في فرن البوتاجاز، ما عنديش فرن بالغاز. كده كله كور بنفس الحجم. نخلصها ونفرد بقى. اول واحد اوريكم نفرده ونخبزه ازاي في الفرن. كده كورناه كله، يلا بينا بقى نفرده ونوريكم هنخبزه ازاي. بسم الله. هنفرده بقى دلوقتي. عندي طبعا حاجه اسمها العجله دي والنشابه. بطط كده الاول ونفرده. هو بيبقى سهل عشان هو ده الدقيق اللي بالرده. هو دقيق بالرده، مش دقيق ابيض خالص، يعني مفيد، غير الدقيق اللي هو الابيض الخالص اللي من غير رده. هتلاقوه في السوبر ماركت بيتباع.
هنفرده كده للاخر لغايه ما يجيب بحيث ان هو اتفرد مش تخين، وبعدين نحطه في الفرن. بسم الله. طبعا بنحط دقيق وبنبططه على رده برضو، بنكونوا بنحوش حبه من اللي احنا الرده دي بتطلع من الدقيق لما بندخله بنستعملها في التبطيط، والدقيق بنحوش حبه من اللي احنا بنعجنه عشان نبطط عليه. بصوا بيتفرد بسهوله ازاي عشان هو خمران. هو كده تقريبا خلاص. هحطه بقى ايه في فرن البوتاجاز. طبعا العجله دي بتسهل كتير التبطيط فيه. كده هو خلاص. هلفه كده عند الشابه كده واحطه في الفرن. اوريهولكم وانا بحطه في الفرن. ده فرن البوتاجاز، هحط فيه العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بسم الله. لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أحدث فيديوهاتنا. اضيره كده عشان يعمل من كل النواحي. طبعا اللي عنده فرن بالغاز هيبقى يسهل عليه، هيبقى اسهل من الفرن البوتاجاز، بس انا ما عنديش. بصوا بيقب ازاي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين الحلاوه. دلوقتي انا طلعته فوق عشان يتحمر من فوق من تحت الشوايه. هو اتحمر من تحت. بصوا من تحت شكله. لازم يتحمر برضه من فوق. اخلصه واطلعه واوريهولكم، وبعدين اوريكم الكميه كلها بعد ما اخلصها ان شاء الله يبقى شكلها عامل ازاي. ده كده اول رغيف طلع معانا. شايفين حلاوته متحمر ازاي كانه معمول في فرن بالغاز. ان شاء الله اخلص الباقي الكميه واوريهولكم كله عامل ازاي. ده كده الشكل النهائي للعيش بتاعنا بعد ما خلصت الكميه كلها. شايفين شكله عامل ازاي. هو غامق شويه عشان هو دقيق الحبه الكامله، دقيق برده مش دقيق ابيض ساده، لا اصح وافيد من الدقيق الابيض. استعملوه في فتة لبن، فتة لحمه، وبالهنا والشفا. ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتدوسوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد.